اليوم الشعب المغربي قرر أنه يدير هجرة جماعية من الأراضي المغربية إلى الأراضي المغربية المحتلة اللي هي سبتة بلالة ماشي باش يحرروها. واليوم نفهمكم أكثر. الحكاية كامل بدات بعد ما خرج الملك المغربي ودار خطاب للأمة تاعو، وهنا الشعب ما عجبوش الحال وقرر أنه كامل يخرج من البلاد ويهرب بحثا عن فرص وحياة أفضل، حيث أنه آلاف المغاربة خرجوا من المغرب وراحوا برا وبحرا نحو سبتة. سبتة هي مدينة جاية في شمال المغرب واللي تعتبر واحدة من المدن اللي لليوم المغرب ما قدرش تسترجع الاستقلال تاعها لأنها تابعة لإسبانيا، حيث أنه المغاربة على مر العصور حاولوا يسترجعوا هاد زوج مدن وما قدروش لأنهم مدن جد استراتيجية وفنيا راهي محافظة عليهم باش تسيطر بهم على الأمن وعلى الهجرة الغير شرعية، لأنه لو كان يحلوا لهم العين الشعب المغربي كامل يروح لإسبانيا. أيضا لأنهم مدن مقابلين جبل طارق اللي يعتبر واحدة من أهم مناطق الاختناق الطاقوي في العالم اللي كنا حكينا عليهم مقبل. إسبانيا راهي تعتبرهم جزء من الدولة تاعها، وكي تدخلوا ليهم تحسوا كأنكم في إسبانيا، مؤسسات، لغة، علامات، كلش كيما مدريد ولا كيما برشلونة. لكن الدولة المغربية تقول عليهم أنهم مدن مغربية وأراضي مغربية محتلة. وكي نسمعوها كنقولوا حتما انه اسبانيا والمغرب ما يتفاهموش، لكن في الحقيقه كاين بزاف اتفاقات بيناتهم، مجال تجاري، مجال استثمارات وما الى ذلك. كي نحبوا نعاودوا نوليو الموضوع تاع الشعب المغربي اللي هرب، لانه صح هرب وما دخلش المدينه بنيه انه يحررها ولا يخرج ولا يخرج الاسبان، والحكايه ما خلصتش هنا، لانه بعد الطوفان البشري اللي صرا مدينه سبته فاقت الطاقه الاستيعابيه تاعها لانه مدينه جد صغيره، فاستنجدت بالقوه والسلطات العليا تاع العاصمه الاسبانيه وقالت لهم لازم لنا مساعدات ما قدرناش. وهنا الدوله الاسبانيه تحركت وقالت باللي رانا دايرين اتفاقيه مع المغرب، وكامل الناس اللي دخلوا لسبته بطريقه غير شرعيه راح نعاودوا نرجعوهم للاراضي تاعهم. ما تنسوش تخليوا لي رايكم في هذه الحكايه، واذا راكم حابين نحكيو اكثر على سبته ومليليا وجبل طارق خليوا لي في التعليقات لانه موضوع جد شيق. وفي الاخر ما تنسوش تخليوا لي متابعه، ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.